والله الموضوع انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الأربعاء بتاريخ 14 من شهر يونيو 2026 ميلادي مراسل قناتي العربية والحدث الصحفي محمد عيضة. وقد كان سبب وفاة محمد عيضة إثر تعرض الحادث غادر في محافظة حضرموت داخل سيارته بمدينة المكلا، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. ويذكر أن الصحفي محمد عيضة هو صحفي يمني ومراسل قناتي العربية والحدث. ولد الصحفي محمد عيضة في الجمهورية اليمنية ويحمل الجنسية اليمنية وديانته الإسلام، وهو متزوج ولديه 2 أبناء بنت وولد. يعد محمد عيضة من أشهر وأبرز الصحفيين في الجمهورية اليمنية، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.